اللبن اهو دفيته، الحبه اللي خدتهم الاولانيين ما كنتش دفيت اللبن، كان ساقع. وحطيت عليه زي ما قلت لكم نص كوبايه الزبادي ومعلقه سكر ممسوح. هفضيه بقى على اللبن اللي في الكازرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبه بقى واصبه في الحاجه بتاعته. حطيت له ميه سخنه اهو، وولعت الفرن وطفيته، الفرن سخن وطفيته. هحطه بقى في الفرن بعد الفرن ما اتطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت الزبادي اهو، هو بيقعد من 5 ل6 ساعات. بعد ما طلعته من الفرن حطيته في التلاجة شويه، واهو بصوا عامل ازاي، متمسك ازاي، بصوا عامل ازاي. اهم حاجه في الزبادي ان انت تجيبي لبن من عند اللبان، لبن يكون كويس موثوق فيه، بيديكي طعم جميل جدا وبيبقى كريمي وجميل. بصوا كله عامل ازاي. انا كنت بصور قبل الفيديو ده، كنت بصور والتليفون اصلا ما كانش بيصور معايا، وكنت عايزه اوريكم القشطه بتاعته. بصوا القشطه بتاعته عامله ازاي، زبادي اكنك بتاكلي قشطه، اكنك بتاكلي كريمه. بألف هنا والشفا لكل اللي هيعمله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.